إمم. أنتِ كان عندِك الاتنين، الموهبة والاجتهاد، لإن بنت 14 وفي location لأول مرّة ومعاها نجمة كبيرة زي سُعاد حسني، مُخرج كبير زي علي بدرخان، الحقيقة شُفنا أداء تمثيلي وكإنِّك دارسة، كإنِّك عندِك خبرة، كإنِّك فاهمة جدًا التفاصيل، لإن كمية المشاعر الإنسانية لبنت عندها 14 سَنة مع والدتها ويُعجبوا بنفس الراجل وكلام حتى مش سهل، بس أنتِ كنتِ ولا كإنِّك بتمثّلي بقى لِك 10 أفلام. ما كانش عندي حرفية إن أنا أبقى عارفة أنا باجتهد رايحة فين، آه. ما عنديش، ما أعرفش. أنا بس كل الفكرة إن أنا كنت باتعامل بتلقائية وطبيعية، ما كنتش يعني أصل أنا لمّا قُلت إيه، أنا عايزة أمثّل حلو، أيوه أمثّل حلو يعني أعمل إيه؟ ما إمم. أنا ما أعرفش. أصل ما هي المشاهد برضه صعبة، يعني مش هاقدر أقول لِك دي مشاهد بين بنت وأم عادي، ده كان كمية مشاعر والحوار. وأنا حسّيت بس، ربنا كان يدّيله أستاذ الصحة. علي ربنا يدّي له الصحة كان بيقول لِك ملحوظات، كان سُعاد حسني الله يرحمها كانت بتقول لِك تبدأ تتفاعل معاكِ تعملوا بُصّي، هي بروفة. ممكن تقول لِك مثلًا ميرنا خدي بالِك من النور لازم تبقي نبقى النور واخد وشِّك، مثلًا تقنيات. لكن هي مش هتقدر تقول لِك حسّي، لإن هي حتى لو قالت لِك حسّي أنتِ مش هتقدري تحسّي. آه. الإحساس ده حاجة جواكِ ما بتتعملش، حتى لو أنتِ عايزة تعمليها ما أنتِ مش هتعرفي تعمليها. مش بيدّيكِ مشاعر، يقول لِك بس خلّي لأ، بالِك من هو ممكن التفاصيل يوجّهِك ويشحنِك بقى. يعني يقول لِك أنتِ المفروض مثلًا ومن غير ما يقول لِك أنتِ once إنِّك قريتِ الورقة، ما أنتِ فهمتِ المشهد ده عبارة عن إيه، يعني فهمتِ بإحساسِك الطبيعي. يعني أنا دلوقتي لو اديتِك أي حدوتة تقريها، هتتخيلي الإحساس بتاع البنت دي وبتاع الأب ده، بتاع أي حاجة. هي الفكرة بس إن أنا تعاملت بطبيعتي، ما فكرتش إن أنا أتفزلك أو إن أنا عايزة أمثّل، فما مثّلتش. إمم. فبما إني ما مثّلتش، إن الطبيعية دي هي اللي وصلت للناس، هي دي اللي كانت السر في إن أنا وصلت لهم. وأنا لحد النهارده مش باشوف الكاميرا، ما ما باشوفهاش. تحبيش ما لأ، ما تركّزيش باشوفش إنها موجودة. يعني يمكن المسرح لو ركّزت إن الناس موجودة هاضيع، هاسرح، آه. هاتوه. فبرضه باتعامل على إنهم مش موجودين. حتى لو بنتي قاعدة، أنا ما باشوفش بنتي قاعدة فين، إمم. عشان ما أركّزش. أصل أنا لو فقدت لثانية واحدة ركّزت إن أنا على مسرح وإن بنتي قاعدة خلاص هاتوني بقى. وبعدين ده مسرح، أنتِ لمّا بتفصلي في المسرح ما بتتجابيش تاني. يعني يعني حصلت لي مرّة. مرّة أب يعني فما بقيتش عارفة أنا فين، على نُص المسرح ما بقيتش عارفة أنا فين، اللي هو فقدتِ لحظة التركيز، ده خلصت، الخيط ده فجأة خلصت، هاتيها بقى، هاتيها ما فيش. فهي الفكرة إن أنتِ لو فصلتِ عن اللي أنتِ فيه ورُحتِ في حتّة تانية، مش سهل إنِّك تسترجعي الإحساس تاني. عشان كده مثلًا لمّا يبقى في مشاهد صعبة، مشاهد فيها عياط، أنتِ عارفة إحنا بنيجي نعمل المشهد stop يقوموا مغيّرين الكاميرا واخدين لهم نُص ساعة، ناس إمم. حواليكِ وناس بتلِف وناس بتغيّر وناس بتعمل. لو ما فضلتيش محافظة على تركيزِك أوي وعلى إحساسِك في المشهد ده، لمّا ييجوا يكمّلوه مش هيكمل بنفس طبعًا. مستحيل، آه. مستحيل يكمل. فهي فكرة التمثيل إن أنتِ تحسّي، ودي حاجة بتلاقيها جواكِ مش بتعرفي تعمليها ولا تشتريها، مش حتى ما تجيش بالدراسة.